راس مالك الحقيقي هو دماغك، بس للاسف مش كل دماغ ينفع تكون راس مال. في ناس ربنا خلقها علشان تبدع وتغير الكون وهم عارفين ده وحابينه، وناس ربنا خلقها علشان تكون التروس اللي في المكنه وتنفذ خطه المبدعين، بس للاسف مش كلهم عارفين ده. وهنا بيحصل اللغط لما بتحاول تلبس ثوب مش ثوبك وتروح تفتح مشاريع وتخسر وتلوم كل المجتمع على خسائرك. مش معنى كلامي ان التروس مش ينفع تفتح مشاريع، التروس ينفع تفتح مشاريع عادي جدا، لكن لازم تجيب المبدعين علشان يخططوا لهم والتروس هي اللي تنفذ. ساعتها العمليه هتكون اسرع واكثر تاثيرا. مبدع بيخطط وترس بينفذ. وما تقلقش، الابداع وان كان عمليه صعبه ومعقده ويصعب فهم آلية عملها، لكن سهل جدا انك تحكيها. صحيح هي عمليه هتبقى اشبه بالتكرار وخاليه من التفرد، لكن هتعرف تمشي بيها شغلك شويه حلوين لحد ما تلاقي مبدع تاني يكمل ورا اخوه الاولاني بس سابك علشان يفتح مشروع لوحده. علشان كده انت لازم تشارك في كل خطوه علشان تفهم ايه اللي في دماغ المبدعين. في النهايه كل واحد له دور مهم جدا، واوعى تقلل من دورك. وياما التروس بيكونوا اصحاب المشاريع مش العكس. المهم تقوم بدورك ايا كان المكان اللي ربنا قسمه لك، سواء مبدع او ترس، المهم العجله تمشي. ودي كانت حلقه من سلسله حلقات البحث عن صاحب احلى مايند سيت في العالم. شكرا جدا ليك.